دي ست جمالات جارتنا يا ماما. خليها تتفضل. طب اجلها وقت تاني. لا خلاص، ماما خلصت اللي في ايديها وطلع لك حالا. اتفضلي ست الجمالات اتفضلي. معلش اصل انا مستنيه الاستاذ انور هيجي يقبض الجمعيه بتاعته. ما تدخلي يا جارة الهانة. لا اطلعي لي انتي. وديني طلعت لك اهو يا حبيبتي، عينيا. ابدا، كنت عايزه اقول لك ان انا تقريبا يعني لميت فلوس الجمعيه كلها، مش ناقص غير نفر بتاعي. وانا فلوسي جاهزه. يا حسناء هاتي لي فلوس الجمعيه من البوك بتاعي من جوه. حاضر يا ماما. بقول لك ايه، وناوليني من المطبخ وانت جايه حله الطبيخ ونص الفرخه اللي في التلاجة. حاضر يا ماما. ايه ده؟ لمين ده كله يا ست نعمة؟ يا اختي بقالي يومين ما نزلتش حاجه لام سمير جارتنا. ما انت عارفه حوده جوزها صحته على قده، ويوم يشتغل وعشرة لا. ربنا ما بينساش حد يا ست نعمة. ادي الفلوس اهي يا ماما بتاعت الجمعيه. ناوليها لخالة الجمالات. هاتي يا حبيبتي. اتفضلي. كل جمعيه وانتي طيبه يا ست نعمة. وانت طيبه يا حبيبتي. هو ادي يا ماما حله الطبيخ ونص الفرخ. هاتي. انا بقى اللي هودي الاكل بنفسي لخالتك ام سمير قبل الليل يا اختي ما يليل. طب يا اختي عن اذنك، احسن مرارتي وجعتني. ايه؟ قصدي يعني رجليا وجعتني من الوقفه. هتمشي؟ اخصى عليكي بقى، هتمشي قبل ما تقولي لي. نويتي تشتري خروف العيد امتى؟ لا بقى السنه دي انا ريحت دماغي. ريحت دماغي من خروف العيد، والمعلم فتحي جوزي هو اللي هيشتريه. احسن يا اختي. والنبي يا حسناء يا بنتي ناوليني ست رغفه انزلهم بالمره لخالتك ام سمير. عن اذنك يا حبيبتي، احسن لو فضلت واقفه قدامك هطب ساكته من طولي. ايه بتقولي حاجه يا ست جمالات؟ لا ابدا يا حبيبتي، بقولك عن اذنك. اذنك معاكي يا حبيبتي. يا ساتر، مش ممكن اللي بيحصل منها ده. في ايه يا جمالات؟ جايه متضايقه كده ليه؟ وليا عيانه ابدا الانزحه. هو كني جايه من عند ام حسناء؟ هو في غيرها يا اخويا؟ ما فيش مره رحت اخد منها الجمعيه الا لما تتانزح قدامي وتمرضني. انت هتقولي لي عليها؟ الله يكون في عون صابر جوزها منها. هاتي حله الطبيخ يا حسناء ونص الفرخه عشان انزلها لام سمير. اعمل ايه؟ جوزها بيشتغل يوم وعشرة لا. خبر ايه يا جمالات؟ هي الست نعمة اتلحست دماغك ولا ايه؟ الحمد لله، الجمعيه اللي كانت ربطاني بيها خلصت. تشوف مين بقى اللي هيقرب منها تاني. يا ساتر. المهم تحب اجيب لك خروف العيد هنا ولا اشتريه واخليه مربوط قدام القهوه؟ لو النبي يا اخويا خليه مربوط في القهوه. احنا مش ناقصين قر علينا. عين العقل يا ام عاطف. لو النبي يابا اشتري لنا الخروف وهاته هنا علشان العب معاه. ابقى روح العب معاه هناك عند ابوك في القهوه يا واد. ايه ده لحقتوا تاكلوا الفراخ واللحمه اللي انا جبتها كلها؟ ما انا قلت لك يا بابا، ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. معقوله يا نعمة؟ الله، خبر ايه يا صابر؟ يعني بلاش اعمل حاجه لوجه الله. تعملي لوجه الله اما يكون في زياده. اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع يا نعمة. بابا. نعم يا ست حسناء. والله يا بابا ما تنساش وانت جاي تجيب معاك فاكهه. ايه؟ هي كمان الفاكهه خلصت؟ ما انا قلت لك يا بابا ماما بتفرقها على الجيران واهل الشارع. اسكتي يا مقصوفة الرقبه. اهو سكت اهو. حسك في الدنيا يا ابو حسناء. والله انا خايف تقطعي لي نفس يا نعمة. بعد الشر عنك يا بابا، ده احنا من غيرك ولا حاجه يا بابا. ابو حسناء. نعم. يعني يا اخويا ما عبرتنيش وقلت لي خدي يا ام حسناء اشتري خروف العيد زي كل سنه. جينا بقى الوجع الدماغ. بعد الشر. سلامتك يا اخويا من الوجع. امسكي يا اختي واوعي تقولي لي هات تاني. طب بقول لك ايه، وهدوم العيد للبنات. اتفضلي يا اختي اخصى عليك. طب ما تزودهم 100 جنيه كمان، دي الهدوم بقت غاليه نار. يا مطول الروح، وادي كمان ال100 جنيه وما تطلبيش مني فلوس تاني. تعيش الكشك حاله واقف. الناس ما عادتش بتشتري سندوتشات زي الاول. سمعاني يا نعمة؟ سامعاك يا اخويا، سامعاك يا ابو حسناء. افتح يا عاطف.